بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. وحشتوني كتير كتير من المرة اللي فاتت. يا رب تكونوا بخير كده وفي سعادة وفي صحة وعافية يا رب. بشكركم كتير خالص على وقفتكم جنبي وعلى كل حاجة حلوة بتعملوها معايا. انا جايه النهارده ان شاء الله بعبده كده، بس لقيته فاجئني وجايب لي معاه لقمه حلوه كده، فرخه وبولجيس ان شاء الله اهو. بس انا ايه يعني جهزت الخلطه بتاعتها عشان ايه الوقت يعني. انا طبعا مش هسلقها، بصوا انا مش هسلقها. انا بشرت البصله معاها، بشرت طماطمايه برضو، بشرت بقى يعني بصلتين كبار كده وطماطمايه معاها، بصوا. وحطيت فلفل وفلفل اسود وملح. تمام. ايه يعني ايه جهزتهم. طبعا هو جايبها لي مقطعه، بس يا دوبك ايه هغسلها عشان خاطر ايه، جل عشان خاطر ما تتعبيش، واعرف ان انا تعبانه يعني. انا طبعا على طول في الحله هحطها. يا رب تكونوا شايفيني بقى. طبعا لازم ايه التجلطات بتاعت الدم دي لازم اشيلها، بصوا كده زي الفل. طبعا بحطها على طول في الخلطه بتاعتها، اقلبها واحطها على النار شويه ميه صغيرين، وهي كده كده الفرخه هتنزل ميتها. بعد كده ايه هروح احطها في الفرن. زهقنا من الايه، كل ما اجي اعملها كل ما نجيب فراخ نسلقها، فالصوت حول الله يا رب. ناس ما عندهاش دم اللي معايا دول قسما بالله. طبعا لازم اغسلها حلو كده واشيلها واشيل اي مزلقه منها وزفاره زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما نجحتهاش في ملح ولا حاجه، لان هي التتبيله اصلا البصل والملح والكلام ده كفيل ان هو يشيل اي حاجه يعني. وبعدين ده انا يعني بغسلها غسله حلوه جميله زي ما انتم شايفين كده. اهو اغسل بس ده اشطف دي عشان ما بحبش مواعين ورايا. بصوا هي ادعكها بقى حلو كده بالتتبيله دي كده. دخل التتبيله دي في كل حته فيها، كل حته. المره اللي فاتت اتعورت في السكينه،
المره دي جابها لي مقطعه، عشان المره اللي فاتت اتعورت في السكينه يعني. شرطه صغيره فضلت تشر الدم تقريبا عندي سيوله ولا ايه. طبعا حطيت فيها شويه ميه صغيرين زي ما انتم شايفين كده، وهغطيها بقى على النار واغطي عليها تستوي، وكل شويه اقلبها. اغطي عليها بقى كده. الحوض زي ما انتم شايفين انا ما بحبوش وسخ، وده طبعا انا غسلتها وجهزتها برضو هنعملها سلطه. نغسل بقى ايه شويه الرز. المره اللي فاتت حد قال لي اغسل الرز اللي انا حطيته مكتوب عليه كده ايه يعني ما بيتغسلش نضيف اصلا، انما ده رز سايب طبعا ايه فهغسله. في رز كده ما بيتغسلش بيبقى مكتوب عليه نضيف يعني. طبعا هنعمل رز بشعريه النهارده ان شاء الله. المشكله ضلوعي وجعتني قوي من الكحه، مش قادره اكح حتى. ممكن الاقي فيه عدسيه، ممكن الاقي فيه ورق لوري عشان سايب يعني. كده الميه نص بتاعته. طبعا انا ايه البوجاسه اهو تتقطع برضو كذا حته دي. انا بحب اقطعه الاول وبعدين اقشره عشان يبقى سهل عليا، لان ايه البوجاس طبعا بطبعه الماده اللي فيها اللزجه دي مش هتخليني اعرف اقشره، مش هتخليني اعرف اقطعه قصدي لو قشرته. فانا ايه بقطعه الاول كده. طبعا الرخامه نضيفه انا مصبناها. طبعا انا كنت جايه لابو عبده لو هتجيب لنا جرجاس هاتولنا ايه الحمرا المدوره، بتبقى سهله بتبقى طريه وسهله لما تيجي تستوي متاخدش وقت. كل سنه وانتم طيبين، ده موسم الشتاء بقى في الجلجاس. عايزه اقول لكم ان ريحه التتبيله طلعت جميله جميله، ريحه التتبيله تحفه. اوريكم بقى بتبقى سهله ازاي في التقطيع، في التقطيع والتقشير.
دي طبعا مش عارفه اقشر بيها. تمام. هحط في المصفى دي عشان انا بحب اغسله. في ناس ما بتغسلوش لكن انا بحب اغسله، يعني زي ما بيقولوا كده كل شيخ وليه طريقه. يقول لك عشان الماده اللي فيه ما تروحش، لا انا بقى بحب اغسله عشان الماده اللي فيه دي ما تبقاش على الوش كده ويبقى شكلها مش حلو. بصوا لما انا مقطعاه كده وبتزحلق في ايدي، ما بالك بقى لو كنت قشرته الاول ما كنتش هعرف اعمله. طبعا انا ايه وفرت وقت عشان خاطر ما يبقاش الفيديو طويل ولا كده. هقطعه هنا وارجع احطه في المصفى تاني عشان اغسلها. بصوا انا بحب كمان المكعب صغير كده، ما بحبوش كبير يعني على قد اللقمه عشان الواحد يعرف ياكل. وعشان كمان يستوي بسرعه. شايفين يا حبايبي؟ عايزه اوريكم الحله بقت زادت ميه ازاي. بصوا ايه الفراخ، لان الفراخ بتنزل ميتها، تبقى على نار هاديه والفراخ تنزل ميتها وتستوي. هي خلاص داخله على سوا. انا بقى ايه غسلت البوتاجاز اهو توفيرا برضك للوقت عشان الفيديو ما يطولش. هحط له ايه شويه شوربه من ده. دي طبعا جميله 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 لانها متبله. بقى على النار كده هحط عليها برضو هنا عندي برطمان شوربه برضو هجيبه واحطه. اهو هحطها في التلاجة برضو. طبعا دي مش هتدخل هنا، بس عامله زي الجيلي عشان كانت في التلاجة عامله زي الجيلي. بصوا طبعا بسم الله ما شاء الله السمن، شايفين السمن بتاعها برضه كانت بتاعت فرخه وكنت متبلاها كده برضه. طبعا انا مش هحط الشوكه طبعا في الحله عشان ما تتجرحش باني هتحسر عليها. احطها في الحوض بقى دي. طبعا هنا انا مولع العين اهو. احط لها مرقيه. طبعا انا مغطيه عليها عشان الشوربه كمان ايه تسيح.
نغطيها. بعد كده نعمل ايه؟ اولع بقى على الرز هنا. استبعد العين بتاع الايد شويه كده. نجيب الحله. الحمد لله يا رب، الحمد لله على اللي انا فيه. الحمد لله. الحمد لله. انا كنت فين وبقيت فين؟ حط سمنه بس. انا مش مهم عندي الرشح ولا عظم الوجعني، ده مش مهم. انا اهم حاجه عندي الكحه مشيت. امبارح ابو عبده ربنا يصلح حاله جاب لي حقنه من الصيدليه، بس الدكتور قال له ما تاخدهاش غير مره واحده بس تقريبا عشان كورتيزون يعني. ما قلتش قلت يعني مش مهم اخدها بس عشان اروق. وفعلا انا نمت وانه قمت ما يعني بكح، بس ايه كل فين وفين، مش زي امبارح ولا اول امبارح. انا اول امبارح ما نمتش من الكحه، ومش عارفه اتكلم مع حد في التليفون ولا اخواتي ولا حد ولا عرفت ان انا اعمل اي حاجه خالص. الحمد لله. طبعا انا رجعت لكم تاني اهو. بصوا انا كده دلوقتي بعمل ايه؟ بحمر بقدح للبوتاجاز اهو. طبعا انا حاطه فحمايه هنا، اكيد هتقولوا لي عشان اعمل بيها ايه؟ علشان احطها في الفرخه ان شاء الله لما تطلع تبقى ايه؟ فراخ بالفحم، يعني تبقى طعمها فحم. طبعا التومه كده ايه؟ اتحمرت بقت ورديه، هحط عليها ايه؟ الكزبره دي. في ناس بتعمله بالثلج، الثلج ده حاجه كده خضره زي البقدونس وكده، انا ما بنحبوش بيها يعني بصراحه. فانا بجيب الكزبره الناشفه دي، كزبره خضره ناشفه. طول عمري وانا يعني طلعت لقيت امي واجدادي بيعملوا كده. معرفش الثلج ده غير من الارياف يعني. اهو زي ما انتم شايفين اهو. في العين دي. بسم الله بسم الله. انا على طول بحب اسمن، لا احب اشهق ولا اعمل الكلام اللي بيعملوه ده، معرفوش. طبعا زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله بسم الله ما شاء الله. الهنا والشفا للي هياكل. بصوا ماله يا منى؟ بيدور على امه. كده خلاص. والرز طبعا خلص اهو. الرز كمان خلص اهو، فلفل وجميل.
هجلب بقى ايه الفحمايه عشان تستوي اهي، عشان تستوي. واشوف اخبار الفراخ ايه في الفرن. طلعت ايه الصينيه من الفرن، حطيت في قلبيها الطبق الفاضي ده. هجيب ايه، هجيب الفحمايه كده احطها في الطبق. تمام. طبعا عشان تعمل ريحه اعمل ايه، اروح كب عليها نقطه زيت كده، واروح عامله ايه، اروح كتمها بكده اهو. الدخانه بقى دي، الدخانه دي هتخلي ريحتها فحم، هتخلي ريحتها فراخ على الفحم زي اللي بره. بالهنا والشفا للي هياكل. واقول لكم اللي جه لحد هنا ما اشتركليش في القناه يشترك لي فيها ويفعل لي جرس التفعيلات علشان خاطر تشوفوا مني كل جديد. ربنا يبارك لكم يا رب، ويخلي لكم اولادكم ويجازيكم خير ويجبر بخاطركم كل واحد ويدخل يجبر بخاطري. وشاهدوا لي الفيديوهات للاخر والاعلانات. ربنا يخليكم ليا يا رب، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.